لا فهمي هذا بكلام تاع رجل ما بين الرجال ما بين بعضنا. اي راجل باش تسأله في الحياة تقوله تمارس فيك الحكاية يقول لك مانيش نعمل فيها، تاع ليش تكذب؟ هذيك هي اقوى ادمان في الحياة. شوف احنا الساعة الذكر يبلغ عمره كنت 13 عام، من 13 عام فما ناس وصل حتى ل 17 فهمتني ما يعرفوش مشقوق بالطول ولا بالعرض، فهمت؟ يشيرها فيه كان في المجلات وفي الاصدقاء الصغار، فهمت؟ يعني كيفاش تحبه من اول ما يبلك فيش باش يصبر روحه؟ هو المشكله فيش كيما اول سيجار ولا اول حكي تعمل فيها، ريت اول ما يجرب يحصل لك او تعجبه العمليه يبقى يتبع فيها وتبقى مصبرته الى سنين، ولا صدقني العبد يبقى عايش بها الى سنين سنين. هكا ليش عندنا الادمان الكل والرجال الكل تعمل فيها؟ اختنا من سامي ما نحبش نحكي، اما احنا كرجال راه واخذينها بالوراثه من عهد الفراعنه يا بوقل. يعني نبقى بيت كي راجل يجي يكذب عليه وزعما نطلع له في فيديو نقول والله فهمتي البارح عملت خرطه وشيخت عليها، فهمتي تلقاهم مكرزين وع كلكم تعملوا فيها ماني استعرفت يعني. اخوي واحد من الناس تو في ديبرسيون ومصبرتني عايش بها والحمد لله، فهمتني؟ في وقت همك شنو طاقة كان يدك باش تصبرك، كي تبدا حزين طاقة كان يدك، تبدا في فورمة تحب يجيك النوم طاقة كان يدك. واحنا اني قلت لك هذه اقوى نوع مخدرات ما تقدرش تبعد عليها، وحتى كان بعدت عليها فهمتي باش ترجع لها وباش ترجع لها كيف كيما الخراي وباش ترجع تطلب منها السماح، خاطر اذا فهمتي يجيك الفرنكوش واستمتعت به لمده زمنيه معينه دوب ما تبعد عليه واش باش تلقى ايدك. الخيانه لا صاحبي العزيز وما خونوش المبادئ نتاعنا. نحبكم الناس الكل مستعرفين، وتحيه للناس الكل المستعرفه كيف ابو خرطوش.